بكل جحود قدرت تبيع بنتها مقابل المخدرات. ظهر في كاميرا مراقبة في باراجواي واللي سجلت لحظة مرعبة كان فيها تاجر مخدرات بنت سنها حوالي 3 سنين واغتصبها وقتلها، وده بعد ما باعتها أمها مقابل 30 قطعة كوكايين. وبعدين لقوا جثة ليتل أوزمايدا وكانت متعرضة لضرب مش طبيعي، وكانت ملفوفة بقميص راجل فوق سرير في بيت مهجور. وحسب اللي اتقال حاول السكان المحليين اللي كانوا غضبانين جدا بسبب اللي حصل في بيت رخوان إن باراغواي ينهي حياة أم البنت دي واللي اسمها أوريليا ساليناس، واللي سنها كان 42 سنة، بس هي كانت أخدتها بعيد. وده اللي ذكرته الصحيفة البريطانية دايلي ستار. ولما حاولوا يستجوبوها لأول مرة قالت ساليناس للشرطة إن لوز اختفت من سريرها في يوم وليلة، بس لما واجهوها بكاميرات المراقبة اعترفت إنها باعت بنتها مقابل المخدرات. وفي المقطع واضح صاحب تاجر المخدرات ساليناس وهو شايل البنت الصغيرة وماشي بيها بعيد عن بيتها، وباين كمان إنه ضربها على وشها علشان ما تتكلمش. وفي وسائل الإعلام محلية قالت إن تاجر المخدرات اعترف في وقت تاني إنه أنهى حياة البنت لوز، وكمان كشف تشريح الجثة إنها تعرضت للاعتداء الجنسي والخنق. وتم القبض على ساليناس وصاحبها ومعاهم بنت عندها حوالي 17 سنة، وبيقول إنها مرتبطة معاهم في الجريمة. وبيقول المحققين إن ساليناس وكأنها تحت تأثير المخدرات وما قدرتش تظهر غير شوية عاطفة وهي بتدور على بنتها عند الشرطة. ووضحت الشرطة كمان إن الأم وافت قبل كده الراجل عنده 30 سنة إنه يعتدي على بنتها اللي عندها 12 سنة. وطبعا مش أول مرة يحصل حاجة زي دي، قبل كده في أم باعت مولودها مقابل 3600 دولار عشان تعمل عملية تجميل لأنفها، وما كشفتش السلطات عن اسم الست دي واللي كان عندها 33 سنة، واحتجزوها بتهمة الإتجار بالبشر. وأكدت الأنباء إنها باعت الطفل بعد ولادته ب5 أيام بس، وده كان لأسرة محلية نفسهم يبقوا أب وأم. وفي بيان بيأكد إنها قابلت أحد السكان المحليين ووافقت إنها تسلم ابنها مقابل 200,000 روبل، وإنها خدت دفعة مقدم 360 دولار أمريكي، وبعد أقل من 4 أسابيع أخدت باقي المبلغ. وبعد وقت قصير وصل للشرطة بلاغ ببيع الطفل، وما يعرفوش مين اللي قدم البلاغ ده، بس اتحركوا وقبضوا على الأم والزوجين اللي اشتروا الطفل ده. وقال الزوجين إن الأم ادتهم الطفل وشهادة ميلاده بس، أنكروا إنهم دفعوا فلوس عشان يشتروا الطفل ده. وأكدوا إن الأم طلبت بعد كده 3600 دولار عشان تعمل عملية تجميل في أنفها عشان تتنفس بشكل أحسن. وأكدوا إنهم كانوا مبسوطين بإنهم يقدموا لها المساعدة في حاجة زي دي.